عارفين ان احنا طولنا عليكم بقالنا فترة، بس انتوا عارفين ان احنا لما بنغيب لازم بيكون في حاجة جامدة جاية. اول حاجة، ايه رأيكم في البراندنج الجديد؟ تاني حاجة بقى، النهاردة ريفيو جديد لبرينتر جديدة بالعربي. انا محمد جودة، والنهاردة معانا برينتر من انكيوبيك، وتعتبر اول برينتر كور اكس واي من انكيوبيك، وكمان مقفولة واسرع من البامبو. البرينتر هي انكيوبيك كوبرا S1. ريفيو النهارده هيكون مختلف وممتع عشان انكيوبيك عملت برينتر مجمعه فيها مميزات كتير جدا. البرينتر مالتي كلر وتقدر تطبع لحد 8 الوان لما بنركب لها 2 ACE، وهنتكلم عنه في اخر الفيديو. مبدئيا البرينتر بتيجي مقفوله بالكامل وهي كور اكس واي، ده مخليها تنفع جدا في طباعه الماتيريال المختلف زي كربون فايبر ASA ABS، ومعاك مساحه طباعه 25 سم في 25 سم في 25 سم، باختصار 25 سم مكعب. وبصراحه التصميم كويس جدا، ومن اول نظره هتحس ان هي معموله من المعدن كامل، فهي كشكل حلوه وجميله، لكن هي معموله من البلاستيك. حتى الباب معمول من الاكريليك، لكن العزل بتاعها ممتاز للحراره، بس وانت بتطبع بيه اللي يفتح الباب شويه عشان درجه الحراره الداخليه ما تاثرش على الموديل اللي بيطلبه. وحته الباب من الاكريليك دي ممكن تبقى مفيده في حته انه هيستحمل الخبط والرزق غير الازاز. وكمان معانا شاشه 4.2 انش، مقاسها كويس وبتتحرك معانا مش ثابته، ويوزر انترفيس سهل وبسيط جدا. اما مكان الفلاشه اللي في الجنب دي فيبان غريب، فخلي بالك عشان في الغالب هتخبطها بايدك وهتكسرها. ومن الظهر هنا في الهولدر لو هتستخدم سنجل كلر، وحاجه حلوه جدا وهي الاكتيف كربون بيوريفيكيشن. طب ايه الكلكيعه دي؟ ده يا عم الحاج اير فلتر، ما فهمناش برضه، عشان لو بتطبع ABS ففي ابخره ضاره، فالفلتر ده بينقي الهواء. اما البرينتر من جوه فهي من الستانلس ستيل زي ما قلنا، كور اكس واي ميكانيزم، والبيد اللي بتوصل لدرجه حراره 120 درجه، حاجه جامده جدا. وكمان دول سايد BI شيت، ده كانك معاك 2 فليكسبل بيد، فلو جنب منه باظ هتقدر تستخدم الجنب الثاني عكس الموديل القديم بتاع الكوبرا 2. كمان كل سايد ليه تكتشر مختلف، فواحد ناعم والتاني بيبقى اخشن. وعندك محور زد طالع على موتور واحد، 2 سموث رود و3 ليد سكرو، ودي الوايبنج عشان تنظيف النوزل. نخش للمكان اللي بينزل منه البوب، ويفضل لو تطبع بورت ينزل فيه البوب عشان ما يبهدلش الدنيا. ودي تربو التبريد عشان تدينا افضل درجه تبريد لاول لاير. نيجي للهيد اللي بتيجي بديزاين ممتاز جدا شبه البامبو. الكفر بتاعها بيبقى ماجنت، وتقدر بخطوه بسيطه جدا تشيل البايب بالنوزل، يعني كمان كويك ريليز. والنوزل من النحاس بتيجي بالمقاس الستاندرد 0.4، وممكن تشتغل معاك بنوزل 0.6 0.2 0.8 على حسب الكواليتي اللي انت محتاجها من البرنت. طب السؤال، ليه اغيرها؟ على حسب انا عايز كواليتي عاليه او لا، حابب اسرع من وقت الطباعه فبكبر الدايمتر بتاع النوزل وكده. ده غير اهم ميزه في الهوت اند ان هي بتوصل لدرجه حراره 320 درجه، ودايركت اكسترودر طبعا زي بقيه الموديلات. وموجود في الجزء ده السنسور المسؤول عن الفيلمنت ران اوت، وفي فيلمنت كاتر بيكون اوتوماتيك عشان تغير الالوان والخامات. كمان البايب بتاعتها بتكون من السيراميك عشان تستحمل الحراره وما تتاكلش بسرعه معاك. نيجي بقى لحته مهمه جدا وهي التانجل ديتكشن، دي عشان البكره لو اتعقدت منك فالبرينتر هتعمل بوز لوحدها. طب ازاي؟ وقت الطباعه وارد جدا ان البكره تتعقد. طب ايه اللي هيحصل ساعتها؟ البرينتر هتقعد تشد في الفيلمنت فممكن يتقطع وبتفضل تطبع في الهواء، ده كمان ممكن يسبب مشكله في الاكسترودر. هنا بقى بيجي دور التانجل ديتكشن، اول ما بيحس ان البكره عقدت وفي تنشن جامد فبيقول لنا نوقف طباعه. اما بقى سرعه البرينتر فدي بتوصل ل 600 ملم بير سكند، واكسلريشن 20000، بس ده طبعا الماكس، لكن الريكومندد هي هتبقى في حدود 300 والاكسلريشن هيبقى 10000، بس هتقدر تخلص لنا البنش في 15 دقيقه. تعال اقول لك الفرق ما بين السبيد والاكسلريشن. فاكر في درس الفيزياء لما كنا بنقول في حاجه اسمها سرعه في حاجه اسمها عجله؟ فالسرعه دي احنا عارفينها اللي هي المسافه اللي بتقطعها البرينتر من نقطه لنقطه، لكن في شيت المكن بيبقى فيه الريكومندد سبيد والماكس سبيد. الريكومندد دي اللي بتكون السرعه المتوسطه للبرينتر اللي هو الوضع الطبيعي، لكن الماكس ده اعلى حاجه ممكن نوصل لها. العجله بتاع الفيزياء هي التسارع، الوقت اللي المكن هتحتاجه عشان توصل من سرعه 0 ل 100 في الثانيه، وده طبعا هيفرق معانا في وقت الطباعه، زي ما بنسمع في ريفيوهات العربيات بالظبط، وبيقول لك ان الفيرنا مثلا هتوصل من سرعه 0 ل 100 في 3 ثواني. نيجي بقى تاني للبرنت، بالرغم من ان صوتها هادي جدا، لكن مع السرعات العاليه اكيد الصوت هيعلى، بس برضه هنقفل الباب عشان الصوت. كمان فيها من جوه كاميرا، وده شيء اساسي في كل البرينترز في 2025، تقدر تصور بيها تايم لابس او تتابع الطباعه لايف وتاخد صور ليها من جوه، وهي 480 بكسل. ككواليتي مش احسن حاجه، لكن ككاميرا في برينتر فهي هتأدي الغرض وزياده. الجميل هنا ان فيها باور لوس، فلو الكابل اتشد كهرباء قطعت هنرجع نكمل عادي جدا. بالنسبه للكالبريشن فدي نقطه تحسب لانكيوبيك عشان البرينتر فولي اوتوماتيك، فبتعمل انبوت شيبنج باوتو بيد ليفلنج دايناميك كومبنسيشن والزد اوفست.
كده كده مش هتعمل اي حاجه بايدك من اول ما تخرجها من الكرتونه. والبرينتر شغاله بفيرموير ابجريد من كليبر، وده اللي مخليها تقدر توصل للسرعات العاليه دي. والجميل ان كل فتره بينزل لها ابديت. كمان الكاميرا اللي في البرينتر فيها اي عشان تديتكت لو حصل اي مشكله او حصل سباكيت. واكيد هيكون فيها واي فاي، موبايل ابلكيشن، وبتدعم سلايسرز كتير. وهنا بقى في ميزه خطيره جدا، وهي الاوبجكت سكيب. لو بتطبع كذا موديل على البيد فتقدر تحذف اي واحد منهم اثناء عمليه الطباعه، وما تخليهاش تكمله عشان لو بارت باظ او فك منهم، لانه اكيد هيأثر على البارتات اللي حواليه ويبوظهم كلهم. ودي كانت مشكله للي بيطبع عدد بارتات كتير على البيد مره واحده، ان بيكون واحد منهم باظ. طيب بس انت مش هينفع تشيله عشان هتأثر وتبوظ بقيه البارتات اللي حواليه، فبتضطر تكمل وتثبته باي حاجه، كمل طباعه لحد الاخر عشان خاطر العيال. نيجي بقى للاي سي برو، شكله مميز وتقدر تضيف واحد كمان فيبقى معانا 8 الوان. كمان الاجزاء دي اضافه جديده منهم عشان ننظم حركه البكر اكتر. وكمان في فيلمنت دراير، فبيقول لك انا بقدر اطبع كل الماتيريال الصعب. وزي ما قلنا قبل كده، لو معانا اي بكره من انكيوبيك مجرد ما نركبها هيتعرف عليها لوحده ويحدد اللون والخام عن طريق الار اف اي دي. كمان في حاجه اسمها الاوتو فيد. طب ده ايه ده؟ كلنا عندنا بكر فيه جرامات قليله جدا ومش عارفين نعمل بيه ايه، فلو جربت تطبع بيه هتضطر ان انت تقف جنب البرينتر عشان قبل ما ده يخلص تركب اللون الجديد، وده طبعا هيحرق معاك وقت ومجهود كبير جدا. ده غير ان ممكن يحصل مسلير في البار. وبتيجي هنا مميزات الاي سي اي، ان هو مش مجرد انه هيغير لك لون بس، لا ده انت ممكن تحط شويه بكر فيهم كميات قليله وهو هيخلص ده يطلعه ويدخل اللي بعديه لحد ما يخلص عليهم كلهم. ودي ميزه بنلاقيها في البرينترات الغاليه برضو زي البامبولات، وبتقدر تظبطها من السلايسر عادي. وكده الاس 1 هتكون محققه شغل عالي. الاي سي اي كمان بيجي بباور سبلاي منفصل، ودي ميزه ليه ان هو هيكون الكهرباء بتاعته منفصله عن الكهرباء بتاع البرينتر، وفي نفس الوقت عيب عشان هتحتاج فيشتين. لكن العيب الموجود هنا انه بيهدر فيلمنت اكتر وبياخد وقت اكتر مقارنه بالبامبو بنسبه حوالي 25%، فهيفرق معانا في وقت الطباعه. ليه تختارها؟ علشان شويه حاجات، والاخيره بفلوس. كواليتي في التصنيع رغم ان هي من بره بلاستيك، سرعه عاليه بتوصل ل 600 وتسارع 20000، سريعه في الكالبريشن مش بتاخد وقت طويل شويه زي الهاي. والاي سي برو مميز جدا وسعرها ممتاز مقارنه بامكانياتها، وشاشه كبيره مش موجوده في البامبو البي 1 اس، واكبر من الاي 1 في مساحه الطباعه، اقل سعر من بامبو بي 1 اس مع انها قريبه في الامكانيات، ومميزه في الخامات بتاعتها زي السنتوري كربون وكمان مالتي كولر. والجميل بقى ان فيها ريزيو وده اللي بفلوس. نيجي للعيوب، البروفايلات بتاع الاي بي اس والبي تي جي محتاجه شويه مجهود، بس عادي ما تشيلش هم، كلمنا واحنا هنبعتها لك وهي دلوقتي ببلاش، وبتاخد وقت طويل نسبيا لما تيجي تغير الوان مقارنه بالبامبو. وكمان بتهدر خامه كتير اثناء تغيير الالوان زي الكرياليتي هاي والكوبرا 3. والهيد عشان تتنظف او تتصاين هتبقى صعبه شويه لو تسدد منك، بس اللي جاي كله من الشركات هيكون زي كده. والاي سي اي ما فيهوش مقياس للرطوبه زي الهاي، وكانت هتبقى اضافه حلوه لو عملوه. واحيانا بيحصل مشاكل مع البكر الكرتون الجديد. استنى، لو رايح تشتري اس 1 او اوريدي عندك واحده، تعالى اقول لك على شويه نصايح هتفيدك. اعمل ابديت للفيرموير هتاخد احسن اداء. غير النوزل من البراس خليها هاردن ستيل، بالذات لو هتطبع ماتيريال زي الاي بي اس والكربون فايبر والاي اس اي. لو هتطبع بالبكر الكرتون ما تنساش تطبع له الرينج بتاعه. لو هتطبع بارت مالتي كولر فعل الفلاش انتو عشان تستبدل التاور ده ببارت ممكن تستفيد بيه تاني. ولو محتاج مساعده في بروفايلات الاي بي اس والبي تي جي ابعت. ونيجي للفقره اللي كل الناس بتستناها، بس قبلها هقول لك على حاجه، ان كيوبيك لسه منزله الماكس منها زي ما عودتنا. ابعادها اكبر 10 سم يعني 350 في 350، وبتطبع لحد 16 لون، وفيها اكتف دراير والتشامبر بيوصل لحد 65 درجه. ده معناه ان البرينتر هتقدر تحافظ على درجه الحراره الداخليه لحد درجه 65. وكويس انهم سمعوا كلامنا وخلوا النوزل هاردن ستيل، وكمان علوا الكواليتي بتاع الكاميرا الداخليه خلوها 720، وضافوا كمان كابل الايثرنت كونكشن فتشتغل واي فاي او بكيبل. وان شاء الله هنعمل ريفيو كامل عنها بعد التجربه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، قلنا العيوب والمميزات والنصايح والحاجات اللي نخلي بالنا منها، والقرار راجع لك انت هتحدد هي مناسبه ليك ولا لا، لان المناسب هيبقى الافضل، والافضل هو مش هو الانسب زي ما قلنا قبل. ولو عندك اي سؤال تقدر تسيبه لنا في الكومنتات واحنا هنساعدك. ولو في اي برينتر محتاجين نعمل عنها ريفيو ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات. وكان معاكم محمد جودة، ونشوفكم في ريفيو جديد. سلام.